بتبدأ الحلقة بإن حور بتدخل على إبراهيم وزياد في المكتب، وبيشغل لهم إبراهيم التسجيلات، وبيشوف فيها إن هيفاء جات وأخدت فارس ومشيت. لكن اللي شد انتباه زياد هو الوقت لما يعرف إنهم هربوا من الشركة عند الساعة 12:54، وإن جويرية كلمته 12:30. وإبراهيم بيفسر ده ويقول إن معناها حد حطهم في الأمر الواقع وهو اللي هرب يوسف. منصور بيقول لفهد إنه هيحدد موعد الزواج كمان كام يوم، وفهد بيقول له ألف مبروك. وبيلاقي ملامح وش منصور اتغيرت، فبيقول له هما بيقولوها في المواقف دي ولا أنا غلطان؟ لكن منصور بيقول له بيقولوها لما تكون بكيفك مو غصب عنك. أنا هتزوج علشان أرضي أمي اللي مسافرة وأبويا اللي تعبان، وبخاف أي كلمة تكسر خاطره ويتعب من تاني. فهد بيرد عليه ويقول له بس ده جواز وشراكة، وهتبدأ 2 وتصيروا 4 و5 إذا ربنا كرمك بأولاد إن شاء الله. حور أثناء مراجعتها للكاميرات بتشوف فارس وهيفا وهما بيدخلوا مكتب إبراهيم، وبتتهمه وتقوله إذا كانوا خايفين بسبب إنهم اتحطوا في الأمر الواقع ليه ما هربوش وأول حاجة راحوا على مكتبك؟ يرد عليها إبراهيم ويقول لها أفهم من كلامك إنك شاكة فيا، وحور تقوله طبعا هو أنت كنت كافو أو ثقة؟ لكن إبراهيم بيقول لها لو كان كده فعلا ليه قاعد معاكم وبراجع الكاميرات وما هربت؟ ما هو كان قادر يبعت لي رسالة أو يرن عليا. وفي النهاية حور بتقول له أنا الحاجة الوحيدة اللي مخليني أصدق كلامك إنه كان بيكرهك وشفت ده في عيونه. مهند بيقول لزيد إن الشركة كلها بتتكلم إن يوسف اللي كان هنا كان واحد نصاب وهرب، وزيد بيتعصب عليه ويسأله مين اللي قالك عشان يرد عليه ويقول له عرفت من الأستاذة عهود. بيروح زيد مكتب عهود ويتعصب عليها ويقول لها أنا أشك كل شخص يتنفس حوالينا، حتى أمي أشك فيها، وأنا ابن البهي تاني ودول بنات عمي، والعار اللي هلحقنا طول حياتنا بسبب فارس مش هسكت إلا لما أوصله، وانتي كلي عيش وبس ولا تتدخلي في أمور عائلتنا. سحر بتحط الأكل عند يوسف وتعتذر له وتقول له لو كنت أعرف إن الهدوم دي غالية عليك أوي ما كنتش عملت كده، وأنا ممكن أرجعها لك جديدة تاني. ويوسف بيقول لها وحياتي تعرفي ترجعيها جديدة من تاني؟ صعب عليكي صح؟ عادي حتى أنا صعب عليا. لكن سحر بتقول له أنا أقدر أشرف على تحضير أكلك تنظيف أوضتك، أكتر من كده ما أقدرش. وفي الأخير بيقول لها تعرفي إني كنت مسجون؟ وسحر بتقول له اللي أعرفه إنك مش أنت الوحيد اللي مسجون هنا. شهد بتروح عند أمها وتسألها وتقول لها جدي وينه؟ وجويرية تقول لها موجود في جدة. لكن شهد بتقول لها أنا شاكة إنه مخطوف، خصوصا إن تليفونه مغلق، ولما سألت عمي عليه قال لي دورت عليه بجدة كلها وما لقيته. وجويرية تقول لها إن ده كلام ما يدخلش العقل، لأن جدك جالك قبل ما يمشي وعرفك، وكمان كتب رسالة بخط إيده وحور قالتها لنا، وأكيد أنت فاكرة كل ده. فهد بيكلم بدر ومنصور وبيطلب منهم إنهم يروحوا له الكافيه بسرعة، ولما بيروحوا بيقول لهم مش أنا اللي عايزكم، الشخص اللي عايزكم هو اللي طلب نتجمع هنا. ولما بيسأل منصور مين هو الشخص ده بتوصل ديما وتقول له أنا. وإلى هنا بتنتهي الحلقة. ما تنساش تعمل لايك للفيديو لو عجبك، وتعمل اشتراك في القناة عشان تتابع باقي الحلقات.